بتقول لنفسك لو يسوع شايفني ليه سايبني متكسر كده؟ ليه سايبني بعيط لوحدي؟ طب ليه كل البيبان مقفولة؟ بس تعالى أنا هقولك اللي محدش قالهولك قبل كده. ناس كتير بتفكر إن التأخير معناه إن ربنا مش سامع أو مش شايف، ولكن الحقيقة إن أكتر لحظات ربنا بيشتغل فيها هي اللحظات اللي انت بتحس فيها إنه اختفى. عارف اللحظة اللي بتبقى قاعد فيها لوحدك والدموع نازلة من غير صوت؟ اللحظة اللي بتقول فيها أنا خلاص تعبت، أنا مش قادر أستحمل تاني، ليه يا رب سايبني؟ ليه؟ بس خليني أقولك، هو مش سايبك، هو شايفك أكتر ما أنت شايف نفسك. عارف كل نفس بتاخده بالعافية، كل مرة بتقوم من على السرير بالعافية، كل ليلة بتنام فيها وانت مش عارف تنام. بس هو سايبك لسبب، مش علشان يعذبك ولكن علشان يشكلك. زي ما الدهب بيتنقى بالنار انت بتتنقى في الدقيقة. كل دمعة بتقع ليها وزن عنده. في سفر الرؤيا بيقول وجميع دموعهم في زق، يعني ولا دمعة راحت هدر. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. قل له من قلبك يا رب أنا مش فاهم اللي بيحصل بس مصدقك، حتى لو قلبي موجوع أنا هفضل ماسك فيك، لأنك أنت أملي الوحيد، وأنت اللي عمرك ما بتكسر قلب تعبان جالك. لو أنت بتحس بالكلام ده سيب لي قلب أو اكتب لي تعليق وقول لي فيه أنا مش لوحدي، يسوع معايا. وشير الفيديو ده مع حد محتاج يسمع الكلام ده دلوقتي. وما تنساش تتابع الصفحة علشان توصلك كلمة تشجعك كل يوم. هو مش سايبك، هو بيجهزك لحاجة محدش يقدر عليها. عارفة امتى بتحصل أكبر معجزات؟